ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي طبعا الاستاذه ماشيه في الشارع ودي طريقه تحليق على الفراخ، بدل ما تجيب اي حاجه وتشهم. طبعا الباشا فاكر نفسه بيحلق على الفراخ وجاب كرتونه وحطها على واحده ماشيه في الشارع اكنه بيحلق على الفراخ. بيحصل ده؟ خلاص خالص وما تطلعيش صوت وهفهمك، بس اهدي. يا عم تفهمني ايه؟ خرجني احسن صوت ولم عليك الناس يا بسرعه. بنت عمي، انت لو زعقت ولميت الناس انت اللي هتخسري. اسمعي كلامي للاخر ومش هتخسري. اعرف حضراتكم ان دي الطريقه الجديده للتحليق على الفراخ، بقى بيحلق على الفراخ بيحقق على البني ادمين، ربنا يرحمنا برحمته. تسمعش حسك لحد ما الراجل يعدي. اهدي خالص. راجل مين؟ وانت مين؟ انا اعرفك؟ بقول لك طلعني من هنا بسرعه. خلاص انا عندي استعداد اطلعك بره الكرتونه دي، بس لما يخلص عليكي ما تجيش تعاتبيني. ايه خلص عليا؟ هو مين ده وعايز مني ايه؟ انا سمعت واحد ان هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه، ما شفتش واحده لابسه طرحه بيضه ولابسه شميز كده منت جرين؟ حضرتك الفرخه اللي انت بتدور عليها الباشا اللي انت واقف بتكلمه محلق عليها في الكرتونه، هي قاعده جوه الكرتونه وهو محلق عليها. انا مش عارف هو محلق عليها ليه، كانت ممكن تجري من زمان وكان زمانها اختفت يعني. لا يا باشا لا. راحت فين دي؟ ممكن جريت كده او كده يعني. انا مستني بس حد يرفع معايا التلاجة. ممكن. انا عادي يعني، مش هيبقى من الناحيتين. انا ممكن ارفع معاك التلاجة. لا لا لا، سيب التلاجة، في واحد يعني جاي، في توك توك جاي يعني عشان. وطبعا الفنان بيقول له وريني الكرتونه اللي انت مخبي فيها، قال له لا ده انا حاطط فيها ثلاجه. هو اصلا دي كرتونه بوتاجاز ومحلق فيها طبعا على الفنانه اللي قاعده جوه بقالها ساعتين وبيضحكوا علينا وبيشتغلوا ان في ايه فرخه جوه وهي واحده قاعده جوه. نرفعها عليه. يا عم عيب عليك، يعني توك توك وانا موجود؟ يا باشا هو انت شغال بتاع توك توك يعني؟ الناس لبعضيها. يا عم انا مش عايز حد لبعضيه، بعد اذنك اتفضل. اسمع مني. يا عم انا مش هسمع منك حاجه، هو انت حماجي يا عم؟ هي باين على التلاجة